السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ عايزه اعمل تورته لولادي، بس برضو في عيد ميلادهم او في اي مناسبه، وعايزه اعملها لهم حاجه حلوه، او حتى حابه ربنا يفتحها على الناس كلها. اعمل مشروع من بيتي وما عنديش امكانيات كتيره قوي. احنا عارفين ان حلل الاسبونج غاليه مش رخيصه، يعني اصغر حله ب100 جنيه، فالحاجه مش رخيصه. طب ايه رايكم كلنا في بيوتنا او عند مامتنا او عند اي حد من قرايبنا علب السمنه ديت؟ انا جبت، بصوا انا حتى لسه ما غسلتهاش، علبتين سمنه بالحجم اللي انت عايزاه. يعني انت عايزاها صغيره، عايزاها كبيره، عايزاها طويله، الحاجه اللي تعجبك. بعلبه سمنه ومنشار بس، يعني منشار بس، واحنا قطعنا قبل كده مع بعض كتير من غير المنشار، بس انا حبيت اوريكي تقطيعة المنشار هتخليه مظبوط ازاي، والتقطيعة اللي احنا بنقطعها شكلها عامل ازاي. بصوا الكيك والله ما مستحمل، بالاخص الشوكولاتة مش مستحمل. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا الكيكة هشة وطرية جدا وحلوة جدا، وطلعت لي عطت طبقات حلوة قوي. يعني الحلة ديت او العلبة دي طلعت لي 5 طبقات، دي طلعت لي 9 طبقات، بس طبعا هتختلف حسب الحجم. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا عايزين نعرف الطريقة والمقادير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لآخره. إن عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. سمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. قبل بس ما نبتدي الوصفة، في نقطة عايزة نتكلم فيها. طبعا احنا عارفين حلل الاسبونج، ونفترض ان انا ست بيت عادي ما عنديش الحلل ديت، مش عاملة مشروع فما جبتهمش لأي سبب إن كان، ما جبتهمش. هنستخدم علب السمنة دي حلوة جدا. انا عندي واحدة الكبيرة ديت، وعندي اللي هي الطويلة ديت، دي تعمل تورتة مقاس 12. وديت مقاس هنقول 18 او 20، متهيألي 18 اللي هي الحلة ديت. خلاص، فهم دول اللي هنشتغل بيهم. انا قطعت ورق الزبدة، ولما هنعجن هبقى اخد شوية كده من اللي هيكونوا هنا في السلاح، وهنقوم لازقين بيه الورق. معايا هنا ربع كيلو اسبونج فانيليا عادي، هنزل عليه بال3 بيضات. ننزل بس بالبيض كله. نزلنا بالبيض، يبقى هننزل على طول بفانيليا شويه حلوين كده. معايا ربع ميه. انا عايزه ابقى اجرب الميه الساقعه، وهاخد معلقه محسن. يعني يقال ان الميه الساقعه بتدي نتيجه احلى، انا لسه ما جربتهاش بس هبقى اجربها. زي ما اتفقنا هنضرب على اعلى سرعه 7 دقايق، ان هم كميه مش كتيره، حوالي 7 دقايق او لحد ما الخليط بتاعي يتظبط. حبايبي الخليط بتاعي بقى حلو جدا. طبعا انا قبل ما اشتغل مشغله الفرن بتاعتي، يعني شغلت الفرن بتاعتي عشان يبقى الفرن بتاعي سخن. بس بدي تقليبه كده خفيفه، وهبتدي الم الخليط دوت واصبه عندي في الحله. بصوا يا حبايبي، انا الخليط بتاعي يعتبر واخد نص الحله. بصوا انا بديها خبطه كده، خبطتين، عشان لو اي فراغات او اي حاجه فيه هواء يطلع. انا مش هحطها دلوقتي في الفرن، انا هحطها على الصينيه، ان انا ما ينفعش ادخل بسم الله الرحمن الرحيم علبه السمنه كده هتتحرق بسرعه. هنحطها على صينيه. هنبتدي بقى نعمل اسبونج الشوكولاته. تعتبر نفس المقادير، الاختلاف بس. يعني انا معايا اهو ربع سبونج، حطيت عليه معلقتين كبار كاكاو خام اسباني. انضف نوع واحسن نوع هيديكي النتيجه المطلوبه، وهيديكي فعلا طعم الشوكولاته حلو جدا جدا. يعني نصيحه، ما تستعمليش نوع كاكاو تاني رخيص، مش هيبقى حلو معاكي. هحط معايا ال3 بيضات. بصي انا بنزل كل حاجه موجوده عندي. بيضات معايا، ربع كوبايه الميه، معايا الفانيليا، معايا معلقه المحسن. بصي الكاكاو بزود شويه بس المحسن
عشان الكاكاو عادة بيكون تقيل شوية. بصوا انا ما غسلتش العجان، هو انا ما غسلتوش، بس هدي تقليبة كده عشان ساعات بتحسي ان هو الخليط مكتل تحت. فانا بس ايه تقليبة كده، ان ساعات وانتي بعد ما بتضربيه كده بتحسي ان فيه خليط موجود تحت. فانا هديله بس تقليبة كده عشان ايه الخليط بتاعي يكون مظبوط. وهعجنه برضو لمدة 7 دقايق لغاية ما يبقى حلو معانا كده وبيلمع وهش. بصوا يا حبايبي الخليط بتاعي بقى حلو جدا. نديله برضو احتياطي كده تقليبة، وبرضو هقوم مفضياه عندي. بس خلي بالك هنا البوز ضيق شوية، فممكن وانتي بتحطي تلغمطي الورق، فخلي بالك بس اعمليها ايه بحرص شوية. حبايبي هو ده شكلهم، بصوا عاملين ازاي. هدخل بقى الكلام دوت في الفرن درجة حرارة 180 او 170 حسب الفرن بتاعك حامي او مش حامي. مش اقل من 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة تختبريها من نص مش من الحروف، يعني انا هختبرها من نص. الستيك اللي انا حطاه لو طلع نضيف يبقى خلاص كده. لسه في عجين، هسيبها 5 دقايق كمان. هحطها الفرن ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا خدت معايا بالظبط 35 دقيقة. بصوا السبونج عامل ازاي، حكاية ما شاء الله عليه، حلو جدا جدا، تحفة، خطير خطير. كل اللي انا هعمله هغطيه، هو دافي دلوقتي، انا استنيت شوية بس لما يهدى هغطيه وهسيبه لتاني يوم. انا مش هعمل فيه اي حاجة عشان نعرف نقطعه وما يفرفتش معانا. هسيبه لتاني يوم ونرجع بإذن الله مع بعض نشوف هنعمل ايه. يا حبايبي ورجعنا مع بعض بقى تاني يوم. بص الكيكة ما شاء الله عليها. نحاول بقى واحدة واحدة كده، بس واحدة واحدة بس كده ايه، سلكيها ان ممكن تكون ايه ملزوقة في اي جنب من الجناب، فعشان ما نبوظش الكيكة معانا. هجيب سكينة رفيعة. بصوا يا حبايبي واحدة واحدة بقى كده. بص الكيكة عاملة ازاي، هشة قوي. نخلي بس بالنا في الورقة التانية حتة فعملتها كده، مش مشكلة هتظبط معانا ما تقلقيش. بصي حلوة جدا جدا جدا. الوش دوت احنا مش عايزينه، الوش ده اللي بيبقى ملزق وبيبقى واخد زفارة البيت. بصي عامل ازاي، بصي الكيكة شكلها بصي حلوة جدا جدا. نطلع برضو التانية ولا نقطع تيه الأول. بصي وسليمة زي ما هي ما فيهاش أي حاجة، هنغسلها وبرضو هنستعملها مرة تانية. بصوا حبايبي وقت الشوكولاتة. الكيكة مش مستحملة، هشة قوي. بصي عاملة ازاي، هشة قوي وحلوة جدا جدا جدا. بصوا حبايبي هنبتدي بقى نقطعها. انا اهو المنشار بتاعي بصوا بيبقى ثابت، انا مش هحرك الكيكة او ايدي. انا هعمل بس كده اهو، انا ثابت معايا، انا عملته على 9. انا هثبته معايا خلاص. بصوا انا ما بحركوش. بصي بصي اتقطعت معايا مظبوطه. بصي الكيكه عامله ازاي، حلوه قوي قوي. بصي اهي انا مثبتاه خلاص. بصوا بصي اتقطعت معايا بكل سهوله. بصي الكيكه عامل ازاي، حلو جدا جدا. انا اهم حاجه ان هو ثابت معايا على الرخامه، ولا بيجي كده ولا بيجي كده. بصي الكيكه طريه جدا. بصي خطيره، الكيك طري جدا وهش جدا، تحفه.
بصوا يا حبايبي، عشان دي طويلة أنا قسمتها نصين، ونفس الموضوع نشيل بس دي كده على جنب، ونفس الموضوع بصي ثبتي. أنا أهم حاجة إن هي تبقى ثابتة معايا. بس ما شاء الله القطعة حلوة جدا، متساوية جدا. نشيل ده كده بس أنا مش عايزة أفصل كتير عشان دي الخطوات دي مهمة جدا. طبعا المنشار احسن من السكينة بكتير، بس لو انت ايدك بتظبط في السكينة مفيش اي مشكلة، بس انا بتكلم على اساس لو انت هتستخدمي المنشار. بصي طراوة الكيكة طرية جدا جدا. بصوا يا حبايبي، وكده قطعناهم طول عاملين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دي 9 طبقات وديت 5 طبقات، غير القطعة ديت اللي هنعملها كب. معنى كده ان احنا ممكن نعمل بأقل الامكانيات علبة سمنة عندنا بدل ما هشتري حلة. طبعا لا غنى عن الحلة وهتديكي نتيجة أفضل، بس احنا بنتكلم على الإمكانيات اللي موجودة عندنا. ممكن تعملي تورتة لولادك، وممكن برضو تطلعي اوردرات، ربنا يحسن ما بين ايديكي. بأقل التكلفة موجودة عندنا ممكن نعمل حاجة حلوة. يا رب وصفاتها تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.